يعني بخصوص موضوع مرتزقة تركيا ممن ترسلهم إلى ليبيا منذ فترة. يعني هناك إشكالات عديدة خلقت معها تركيا بنقل هؤلاء المرتزقة. قد يستغرب قد يعني في الماضي أو في السنوات السابقة يستغرب البعض من إطلاق صفة المرتزقة على هؤلاء ممن كانوا يطلقون على أنفسهم الجيش السوري الحر أو الجيش الوطني، يعني تسميات متعددة. ثبت بالدليل القاطع أن كافة هذه المجموعات التي ترعاها تركيا ليس قد حملت صفة الإرهاب، بل هي إرهابية فعلا وقولا، من خلال يعني عدة شواهد أو أدلة ثبتت عليهم، إن كان أيام احتلال عفرين ومؤخرا في مدينتي سريكانيا رأس العين وغريسبي تل أبيض، استهداف المدنيين، قتلهم، خطفهم، طلب الفداء، عمليات السلب والنهب، عمليات التغيير الديموغرافي والهوية. طبعا كل هذه الأعمال والممارسات والانتهاكات هي تحت إشراف الدولة التركية وبشكل ممنهج ومنظم. يعني دعنا لا نكون سذج في هذا الموضوع. الدولة التركية لها مخطط ومنذ فترة تعمل وبشكل معمق على هذا المخطط، ألا وهو تتريك هذه المناطق إن كان بالتدريج بدءا من عفرين وحتى في المناطق العربية الأخرى في جرابلس والباب وأعزاز ومؤخرا في إدلب أيضا. يعني نحن نشهد أولا يعني احتلالا تركيا مباشرا. طبعا إذا قلنا احتلال هناك تداعيات لهذا الموضوع العريض. مؤخرا يعني روج في الإعلام بأن تركيا تنقل الأطفال. صراحة بالأمس شاهدت طفلا كرديا مختطفا وللأسف والداه مقعدان مسنان ولا معين لهما، تم اختطافه. وبالأمس الإعلام الليبي عرض صورة هذا الطفل أو مقطع فيديو يظهر بأنهم قد اعتقلوه ضمن المرتزقة الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا. تركيا في هذا الموضوع تحاول أن يعني في المناطق المحتلة أن تعتبرها مخزون بشري تسير فيه صراعاتها في العالم أجمع. يعني قد لا نستغرب غدا أن نرى كرديا من عفرين أو من سريكانية أو تل أبيض أو طفلا عربيا قد نراه مقاتلا من الصومال أيضا. هذا وارد. الاستراتيجية التركية المندمجة مع الفكر الإخواني والذي تبنته بشكل يعني معمق وجوهري لا يختلف أو ليست غريبة عنه هذه الممارسات. أعتقد أن كافة المنظمات الدولية معنية بهذا الموضوع وعليها أن ترفع تقاريرها وإلى الجهات المعنية وخاصة مجلس الأمن ليصار إلى استصدار قرار ملزم حتى تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن والأمم المتحدة وإلزام تركيا بالكف عن هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وضد الطفولة. أضف إلى ذلك أن القوى الوطنية السورية وعلى رأسها الأحزاب الكردية أيضا عليها يعني أخذ تدابيرها للحيلولة دون تمادي الاحتلال التركي في خطف الأطفال والنساء. أصبحت متفشية. يعني الدول الراعية للحل في سوريا والفاعلة في الأزمة السورية روسيا وأمريكا أيضا معنية بهذا. نقول صريحين، يعني فقط الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا قد نبهت وحذرت من هذا الموضوع. الآن الكل صامت، لم نرى ردود أفعال حيال هذا الموضوع الكارثي صراحة. يتوجب أيضا على الحكومة السورية أن تصدر بيانا أن يعني تحرك دبلوماسيا من خلال قنواتها الفاعلة والخاصة إن كان في مجلس الأمن أو من حلفائها مثل روسيا وإيران
وباقي الدول. يعني وللأسف السوريون وفي نهاية هذه الأزمة التي كانت تسمى في يوم من الأيام بالثورة السورية قد تحولوا إلى مرتزقة، أقول للأسف على يد الدولة التركية. علينا أن نعي تماما خطورة هذه المرحلة وأن نكون جادين في تعاملنا مع هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل للسوريين حقوقهم وتعيد إليهم كرامتهم المسلوبة على يد قوى الاحتلال والقوى الأجنبية في سوريا.